والله العظيم منهم لله لعيبه النادي الاهلي اللي ضيعوا علينا حاجات كتيره قوي. والنهارده انا بحب ابارك للترجي التونسي اللي حرفيا ما عندهمش غير البلايل، يعني مع احترامي ليهم. وحارس النهارده ربنا بيوفقه عشان هو اجتهد، عشان هو راجل رايح مش جاي ياخد لقطه بقى مع الواد لوريس الحارس، ولا لقطه مع جيرو اللي بيلعب في لوس انجلوس، ولا الكلام ده، ولا هم مهتمين. الناس جايه بتوفيق ربنا. النهارده كرمهم، النهارده ما يتحسب عليك ضربه جزاء وانت بص الترجي جابت الجون وخلاص. البلايل اللي بيعمل كل حاجه في الملعب. لكن الفريق بتاع لوس انجلوس مش بنفس قوه الفرق اللي انت قابلتها زي بالميراس ولا زي حتى انتر ميامي. بس انت بتتكلم في ان فريق قصاد فريق. النهارده لما يجي لك ضربه جزاء في الدقيقه 99 عشان ربنا يكرمك بتتصاد، سبحان الله، كانت ممكن تخش جون يبقى الماتش 1-1 ويعتبر الترجي كده خلاص خسر قصاد تشيلسي. هيبقى الموضوع صعب قوي انك تكسب احسن ما تتعادل. وكمان مع ان انا سمعت ان البلايلي مش هيلعب بسبب تراكم البطاقات الصفراء، فدي كارثه. يعني هو الموضوع في حلاوته في انك اول فريق عربي تسجل في كاس العالم للانديه، اول فريق او اول لاعب زي البلايلي يسجل جول في كاس العالم للانديه. كان كل ده ممكن يجي للنادي الاهلي. يعني انت كنادي اهلي ضيعت على نفسك فرص اقسم بالله غير طبيعيه، انك كنت اول فريق تكسب واول فريق ممكن تصعد واول فريق تسجل ولاعيبتك تجيب. لكن اللعيبه اللي حابه لقطه وحابه ان كل واحد يقول لك انا اسجل الاول، من وسام لتريزيجيه للشحات لقفشه لكله حب ياخد اللقطه، فربنا ما كرمناش. عكس فريق انا فرحان والله العظيم للترجي وبالذات للحارس اللي عرفت قصته، ان هو الراجل جاي من درجه تانية فربنا بيوفقه في ضربه جزاء. حرفيا هي انت بتتكلم في ضربه جزاء في الدقيقه 99. انت ايه اكتر من كده توفيق ان الكره دي لو ما كانتش جات، عامله زي مثلا بتاعه الريال مدريد قصاد الهلال، بس على الاقل الهلال يتعادل. لكن ده هنا انت بتكسب اول فريق عربي بتكسب في البطوله، فمبروك الترجي وان شاء الله يعرفوا يعملوا حاجه قصاد تشيلسي. الفريق برضو اللي انا مش شايف الماتش هيبقى سهل عشان تشيلسي هتكون داخله عايزه تكسب. فالاثنين يتعادلوا ويصعدوا، او الترجي تحاول بس اي حاجه تسد دفاعاتها هتصعد. والترجي محتاج تعادل وهيصعد وان شاء الله يصعدوا. وان شاء الله نتلاقي لما نشوف الحزب بيرما اللي هو دخلنا فيها في المجموعه اللي هو دي اللي هيحصل. بس مبروك للترجي، وعندهم لاعب جوهره زي يوسف البلايلي ده مهما يكبر برضو يفضل لعيب زي ما هو.